السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة، وكل سنة وانتم طيبين. عيد سعيد علينا وعليكم يا رب العالمين. نعمل البسكوت النهاردة بطريقة حلوة قوي بالبرتقال. يلا عشان ما اطولش عليكم نبدأ ونشوف هنعمله ازاي. ما تنسوش الاشتراك في القناة علشان مش هكبر غير بيكم، وبس ببقى سعيدة جدا لما بتشتركوا معايا في القناة. يلا نبدأ. اول حاجه معايا كوبايه ونص سمنه. السمنه مش مسلجه ولا محطوطه في التلاجة ولا هي سايحه، هي متاخده كده. شوفوا القوام بتاعها كده، كوبايه ونص. معايا المضرب بتاعي، هضربها كويس قوي. هفضل اضرب فيها لحد ما لونها يتغير وتبقى كريميه، بس عشان الصوت ما يضايقكمش هقفل واوريكم بعد ما السمنه بقت كريميه خالص اهي. شوفوا واتغير لونها، بقى لونها ابيض. هعمل ايه بقى؟ هنزل بكوبايتين سكر بودره، بس هنخلهم كده عشان خاطر اتاكد ان هو ايه، مفهوش اي تكتلات. يبقى كوبايه ونص سمنه، هضربهم لحد ما تبقى كريميه، وبعد كده هنزل بكوبايتين سكر بودره. اجيب بقى المصفى الكبيره لاني ضربت السكر البودره. شوفوا استنى، شوفوا بقى عامله زي الكريمه بالظبط، زي الكريم شانتيه كده، السكر البودره مع السمن. تمام. هاجي هنا بقى معايا بيضتين. انا جايبه هنا بيضتين بلدي عشان انا مش محبذه يعني البيض يبقى كتير. وعلى فكره ممكن يتعمل من غير بيض خالص، يعني اللي مش محبذ وجود البيض ممكن ما يبقاش فيه بيض، يعني ممكن يتعمل من غير بيض، مش هيحصل له حاجه، يعني مش هيبقى وحش. تمام. ومعايا هنا بشر برتقان، احطه كده. تمام. هضرب بقى كده الخليط ده تاني. هضرب بقى ايه كمان، هنزل بكوبايه برتقان، كوبايه وسط، ده طبعا حسب الكميه دي هحط كوبايه البرتقان دي اهي. تمام كده. بس اسندها كده والم الخليط ده بالمنظر ده كده، بتسقط بقى اهو. وهضرب تاني. هضرب تاني بقى لحد ما كل المكونات تتجانس مع بعضها. بسم الله.
معلش صوت الزنة دي عشان حوض السمك، فانا مش عارفه افصله منين بصراحه، فسامحوني على الزنة دي بقى. كده هرجع برضو اضربه تاني لحد دي كلها المكونات السائله. سمنه، كوبايتين سمنه، لا معلش اسفه، كوبايه ونص سمنه، وكوبايتين سكر بودره، وكوبايه برتقان وبشر برتقان، واضربهم مع بعض لحد ما يتجانسوا خالص، وبيضتين. معلش بقى احنا اخر رمضان بدأنا نهنج. تمام. خلاص ضربتها اهي، الخليط اهو. تمام اهو، كله تجانس مع بعضه المنظر ده. هعمل ايه بقى؟ هجيب الدقيق. على فكره في ناس بيحطوا كمان نص كوبايه زيت، بس انا مش يعني انا مع المكونات بتاعتي دي انا مش هحط. عاوزه تحطي انت بقى براحتك، لان انا الماده الدهنيه لو زادت زياده عن اللزوم هتتعبني شخصيا. بتعب ما يكون في زيت وسمنه في نفس الوقت في الحاجه يعني. انا بصراحه ما حطيتش. هحط الدقيق اهو، وزي ما احنا متعودين بنحط الدقيق واحده واحده. البيكنج باودر هحط بيكنج باودر، هحط معلقه كبيره من البيكنج باودر اهو. معلقه كبيره ممسوحه كده. بس هقلب بقى كده لحد ما تتشكل عندي عجينه طريه متجانسه كده. تمام. دايما في اي عجينه في اي حاجه حط الدقيق بشويش، واحده واحده، ما تحطيش الدقيق مره واحده. هتاخدي عجينه كويسه في فطير بقى، في قرص، في اي حاجه حطي الدقيق واحده واحده. طبعا محتاج هنا بقى نستغنى عن المعلقه خالص، وهننزل بايدينا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، الهادي إلى صراط مستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلوا على سيدنا محمد واشتركوا في القناة والتعليقات الجميلة بتاعتكم وأحلى لايك منكم. يلا لسه شوف العجينة، حاسه ان العجينه طريه وحلوه، وكمان البرتقال مخلي لها ريحه ولون تحفه تحفه. بسم الله. المفروض ان الخليط ده او الكميه دي تاخد كيلو، يعني كيلو من الدقيق، بس انا بحط بحذر عشان في دقيق زي ما احنا متفقين بيشرب السوائل. محتاج تاني. احنا عم كده على وشك ايه اهو، ان احنا ناخد الكيلو. لما بتنزلي بالدقيق واحده واحده ما العجينه ما بتبصش منك، وتضطري ان انت تزودي سوائل او تضطري ان انت تزودي دقيق، وفي الاخر هتطلع مش تمام، وخصوصا في القرص على فكره. انما كده انا ماشيه واحده واحده، يعني ماشيه معاها واحده واحده لحد ما اشوف هي هتحتاج كميه قد ايه. هفضل بقى اعجن، مش بعجن على فكره، انا بلم بس لحد ما تسيب اطراف
تلم معايا وتسيب اطراف البوله، يبقى هي كده ايه تمام، ويبقى خلاص هرفع ايدي على طول اهي. شوفوا العجينه زي الفل اهي، لمت معايا. طبعا انا مش بعجن زي ما قلت لكم، بس بلمها بس، وايدي خلاص فضت، ايدي بقت تمام مفيش. واهي اهي دي تبقى تمام كده اهي. شوفوا كده اهي، ديت بشر اهي. شوفوا زي الفل اهي، شوف متلزقش وايدي نضيفه كده تمام. العجينه بتاعتي كده تمام، هسيبها ترتاح شويه وهرجع بقى ايه اشكله. تمام، رجعت لكم اهو. خلاص العجينه خمرت وبقت زي الفل، بس انا اتفاجئت للاسف ان عندي المكنه ما بتشتغلش فانا هضطر اعمل حركه بقى تانية خالص في التشكيل، لان التشكيل عندي انا فوجئت بعد ما كنت حاطه امل على المكنه وعلى القرطاس، لقيت لا ده نافع ولا ده نافع. فانا هعمل كده كده لحد ما اخد السمك اللي انا عاوزاه، يعني ايه بالمنظر ده كده. تمام، هاجي هنا بقى بالسكينه هقطع الحتت الزايده دي خالص كده. طبعا اللي عنده بقى تشكيل ده يبقى خلاص، بس عشان انا ما فوجئت ان الدنيا بايظه معايا، فطبعا هتصرف بقى انا باسلوبي اهي كده اهو. هاجي هنا بقى بالشوكه هعمل كده خلاص كده. هاجي اهي، هاجي هنا بقى بالسكينه هقطع برضو كده، يا اما برضو تشكليها على ايدك وتشوفي السمك اللي انت عاوزاه والحجم اللي انت عاوزاه. لو عاوزاه مثلا تخين او رفيع او زي ما انت عاوزه. هوريكم دلوقتي برضو حركه تانية اهي كده، المنظر ده كده اهو. بسم الله اهي خلاص اهي كده تمام. ممكن برضو ان انا ايه اهو اعمله بالسمك اللي انا عاوزاه اهو كده. خدت السمك اللي انا عاوزاه اهو، هقطع من هنا كده ومن هنا كده اهو، وهقوم جايه واقوم عامله كده. تمام، يا كده يا كده بقى قدامك الخيارات لو انتي اتحطيتي في الموقف ده زي اهو. شوفوا شكلته اهو، هوديه بقى الفرن وارجع تاني. طلع البسكوت اهو، شفتوا الجمال؟ شوفوا تحفه. وعاوزه اقول بقى ريحه وطعم، بس طبعا هو اللي مش طالع كله قد بعضه، لانه زي ما انتم شايفين انا مشكلاه بايدي، مش مشكلاه لا بقرطاس ولا بمكنه، فهو طالع المقاس كله مش زي بعضه اكيد يعني، بس طلع تحفه تحفه تحفه. شوفوا من الجمال، شوفوا شو البسكوته جميله جميله، وطعم وريحه وحاجه ونعومه وحاجه جميله جدا، وطعم البرتقال فيه تحفه. عاوزه اقول لكم جربوه مش هتندموا، هتلاقوا طعم جميل جدا. امشوا على الخطوات، حاجه جميله اهي اهو. جميل وسهل وسريع وما اخدش وقت. يا رب اكون قدمت لكم كل ما هو مفيد وكل ما هو جديد وجميل. ما تنسوش الاشتراك في القناه، مش هكبر غير بيكم. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.